الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. المهم بما كيقولوا عندنا حرية التعبير، بغيت نعطي الرأي ديالي وعندي واحد الملاحظة، ونتمنى نكون أنا صاحب عدم الصواب. نتمنى نكون ما يكونش عندي الصواب في هذه الكلمة. الملاحظة ديالي أخي المشاهد الحبيب، نايض القوة، نايض الروينة، نايض البلبالة في هذا الحكم الجائر اللي صدر في بلاد المسلمين وصدر من المدونة الأسرة. هاد الناس لقاو الغرسة بلا أساس وأصبحوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. نعوذ بالله من هذا الخذلان. الإشارة ديالي خي المشاهد الحبيب باش تعرف راسك مع من، هذاك الفقيه اللي تصلي عنده الجمعة، وديك هذه في بالك. الفقيه لا تصلي عنده في الصباح الجمعة. شوف واش يتكلم لك على المدونة، ولا يتكلمنا على حسن الخلاق، ولا يتكلمنا على الزكاة. واش كتسمعني؟ حنا كنشاهدوا والعالم مقلوب، العيالات حتى العيالات خرجوا كيتكلموا في الفيديوهات. وانا ما كننصحش وما نبغيش المراه تبان لي في وسائل الاعلام. وخا تكون كتقرا القران، سير قراي القران في الدار ديالك، تخبعي اللي امرك بهذا رب العالمين الذي خلقك فسواك فعدلك، قال لك وقرن في بيوتكن. المراه ما تبانش، كل ما تخبعت المراه مزيان. هذا حكم صدر من مولانا سبحانه وتعالى وفي حق سيدة العالمين. إذا من وراء حجاب الأزواج النبي، سيدي ربي قال لهم إن الله لا يستحي من الحق. الآية قال لهم لا بغيتوا تخاطبوا الأزواج سيدنا النبي وتكلموا معاهم من وراء حجاب. وانت المراه صبحتي محلوله، خلينا من صحابه الدوبياس. انا كنتكلم على المراه اللي كتجيب النقاب وكتقدم لنا النصيحه. سيري دخلي صوب راسك، سيري تخبعي، اش تقدمي لنا النصيحه؟ تسالاو العلماء، تسالاو الائمه، تسالاو الرجاله، بقاو العيالات بقاو يقدموا لنا النصيحه. سيري تخبعي. المهم اخي المشاهد، بغيت نعطيك واحد الملاحظه ورد البال معايا فيها. واش غدا ولا اليوم، حيت حنا عند المسلمين اليوم كيتبتدا مع غروب الشمس، مع اذان المغرب كيبدا اليوم. الجمعه بدات مع اذان المغرب، هكذا كما قال العلماء المسلمين ديالنا. واش غدا، هذه الملاحظه ديالنا، واش غدا الفقيه ديالك اللي كتصلي موراه واللي عنده مسؤوليه وعنده امانه وخزيا وندامه يوم القيامه، واش يتكلم لنا في مدونه الاسره؟ من الطبيعي ومن المعلوم اي فقيه يتكلم في هذه المدونه راه يجريو عليه. اذا اش كتستنتج هنايا؟ راه بان الفقيه ديالنا كل وشرب وسكت حتى يبان والديك، ماشي حاجه اخرى راه ننزلوا عليك الزرواطه. والمهم هنا كنتذكر قول مولانا سبحانه وتعالى حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله. واسمع الفقيه، اسمع. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ها بيت القصيد.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبحان الله العظيم. هذه الآيات تقول الله، أنا بعدا تقول الله سمعتهم. سبحان الله العظيم. اش كيقول رب العالمين؟ كيحمل المسؤولية للأئمة، العلماء والخطباء المنابر والأئمة المساجد. شنو قال رب العالمين؟ لتبيننه ياك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وعندكم ما تبينوش غدا الناس هذا المنكر الفظيع اللي صدر من المسؤولين ديالكم اللي كيحاربوا ربي جهارا ظهارا. وبينوا على الله غدا تبينوا هادشي من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. القضية خطيرة عندكم. سيدنا النبي كيقول في الحديث، اسمع أنا أمك الله أجاهل سبحان الله رب العالمين. سيدنا النبي قال في الحديث، اسمع كلام خطير. وهذا الكلام تقول الله كأنه غدا طرية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعد أمراء يقولون ولا يرد عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون من بعد أمراء، حكام مسؤولون اللي كيسيروا البلاد والعباد، يقولون ولا يرد عليهم. النبي كيكمل لنا في الحديث، والنبي وصفهم بهذا الوصف. قال لك هاد الائمه اللي ما كيتكلموش وما كيتجاوبوش على هذا المنكر، وما كيف ما هذاك اللي قال في حكم رب العالمين: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. بقاو ساكسين وضربوا الطم. قال لك الفم المسدود ما كتدخل له دبانه. سيدنا النبي يعني العقاب لهاد الائمه اللي ضربوا الطم وضربوا الصامت، سيدنا النبي قال بحقهم: يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة. كيبقاو يتقلبوا في جهنم بحال هذاك القرودة كيبقاو يلعبوا في الغابة وفي الشجر، بحال هذيك الحالة ديالهم عياذا بالله. أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نسأل الله السلامة والعافية والمسؤولية ديال الدين. هذا أمر خطير. وسيدنا النبي كذلك حذرنا من شر ومن صمت الأئمة المضلين. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين. من كلام سيد المرسلين رسول رب العالمين الذي كان للأولين مبدأ وللآخرين خير ختام. وفي الختام ديالنا كنقرأ عليكم من قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم الأصدقاء خويا يوسف الغالي صاحبي وخويا رشيد لا وحشة مازال الدار البيضاء جزارة بغداد يا أهلا وسهلا بكم. مسؤولية ديال الدين في العتيق للجميع. مع السلامة يا رجال. متابعي قناة أبو حفص الحيلي لا تنسى دعم المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.